السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه أخباركم؟ آه، كل عام وأنتم بخير. يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وبسلامة، وزي الأيام دي يا رب كده. كل اللي نفسه في حاجة يكون محققها، يعني ما اتجوزش يتجوز، واللي مخلفش يخلف، واللي عاوز يتجوز تاني يتجوز تاني، وكل اللي انتوا عاوزينه. في الحقيقة هي السيشن دي مش منظمة قوي، يعني هي عفوية حبتين تلاتة. يعني هي الفكرة كانت جات لي إن في أكتر من حد بعت لي سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب إن هو محتاج شرح للجي او 4. فأنا لما كنت أدخل على الجي او 4 بلاقيه كبير جدا جدا، أنا مش عارف أنا أتكلم في إيه وما أتكلمش في إيه يعني. فالموضوع بالنسبة لي كان يعني كل ما اجهز واقول ادخل اتكلم عن كذا، فبلاقي ان لا ده مش كفايه، فمحتاج اتكلم عن حاجه تانية، فبكسل فما بتكلمش خالص. تمام. ف لقيت ان طب لما جالي بقى براند جديد وبدات ان انا امسكه، وعملت داشبورد بسيطه علشان اعمل اناليسز للداتا اللي فاتت دي كلها، اعرف انهي بلاتفورم هي الافضل، اعرف مش عارف الجندر، اعرف الايدج، الكلام ده كله، حتى علشان لما اجي ريبورت للاونر يكون مدرك الدنيا ماشيه ازاي، ما اقولش الكلام كده بشكل بق او اكسل شيت او ايا كان، خصوصا اللي هو حد يعني لحد ما انا سبيشاليزد مش فاهم قوي. فعملت داشبورد على لوكر ستوديو، وبعد كده قلت طب ما اشيرها مع الناس علشان يعني هتفيد، لو فادت حد تبقى حاجه كويسه. هي حقيقي يعني ال ال الداشبورد ممتازة، بتسهل كتير جدا، تقريبا بنسبة 90% ما كانش أكتر. هتقدر إن أنت تستغنى عن جوجل أناليتكس وعن الصداع بتاعه. أوكي. فخلينا نستعرضها مع بعض ونشوف يعني هي بتقدم إيه أو بتفيدنا إزاي. تمام. ونشوف إحنا ممكن نعملها إزاي. لكن قبل ما نستعرضها احنا محتاجين الاول نفكر او نعرف انا عامل الداشبورد ازاي. هي الداشبورد فيه اتنين بيجز. اول بيج هي اناليسز للبيرتشيزز، يعني انا بحلل كل حاجه من حيث المبيعات. بس ليه؟ لان المبيعات هي الحاجه الوحيده اللي بتفرق معايا. بمعنى ان انا ما بيهمنيش السي بي ام، ما بيهمنيش الاتو كارت، ما بيهمنيش السي تي ار، ما بيهمنيش اي حاجه نهائي الا البيرتشيزز بس. يعني المترك الوحيد اللي انا ببص له الاول هو البيرتشيزز. اشوف المبيعات بتاعتي تمام، الرؤوس بتاعي تمام، حلو قوي. ممكن علشان اعمل شويه انهانسمنتس والكلام ده ارجع ابص على السي بي ام وارجع ابص على السي تي ار. والله السي تي ار كبير، ده حاجه ممتازه. السي بي ام قليل، ده حاجه تمام. لكن تعال نقول ان المبيعات كويسه والرؤوس بتاعي كويس، بس السي بي ام في السماء، ما يفرقش معايا. المبيعات بتاعتي كويسه والرؤوس بتاعي ممتاز والسي تي ار بتاعي قليل جدا، برضو ما يفرقش معايا. المهم عندي زي ما قلنا ايه؟ هو المبيعات بتاعتي. علشان كده في الشيت هنلاقينا حاسبين كل حاجه وعاملين اناليسز لكل مترك بالنسبه للمبيعات. يعني هتلاقينا محللين العمر بالنسبة للمبيعات، محللين الجندر الايدج بالنسبة للمبيعات، محللين الدول بالنسبة للمبيعات، مش بالنسبة لأي حاجة تانية. تمام. لأن قلنا إن اللي بيفرق معانا المبيعات، الرؤاس، مبيعات ورؤاسي كويسين، فخلاص أنا مية مية، أنا زي الفل. هبدأ أبص بقى على الحاجات التانية، السي بي ام والسي تي ار، عشان اكمبير ما بين اتنين كامبينز او حاجه، اشوف انا الافضل، انا اللي هيزود معايا اكتر، وهكذا. لكن خلاف كده فلا، المهم عندي زي ما قلنا ايه؟ مبيعاتي والرؤاس دي. اول حاجه اللي هي البريشيز اناليسيز. طب تاني بيج هي اناليسيز للفانل بتاعه الويب سايت. بمعنى ان انا بشوف كام اد تو كارت،
كام حد دخل على الويب سايت، وكام اد تو كارت، وكام تشيك اوت، وكام بيرتشيز، وهكذا. او على حسب بقى الفانل بتاعك، يعني تشوف الويب سايت بتاعك في كام ستيب. في ناس بتعملها اكتر من ستيب. انت بعد ما بتروح في ناس بتودي الفيو كارت الاول، وفي ناس لا. في ناس بتروح للتشيك اوت تدخل بياناتك، بعد كده بتروح للبيمنت بيج، بعد كده مش عارف تروح بتخلص بقى البيرتشيز نفسها، وهكذا. يعني انت على حسب الفانل بتاعتك ماشيه ازاي، بتبدا ان انت تكاونت كل ستيج او كل مرحله الناس بتوصل لها، وبتبدا تشوف فين المشكله. هنعرف ده اكتر لما نوصل. يعني لو مثلا عندي التشيك اوت مثلا 100 شخص راحوا للتشيك اوت، ولقيت ان المبيعات عندي هي واحد او اتنين، فكده هيبقى عندي مشكله. في ناس كتيره دخلت للتشيك اوت ومحدش اشترى، بمعنى كده ان انا محتاج احسن التشيك اوت بيج. ابدا بقى اروح بقى انا ابدا اروح ل اسمه ايه ده، كلاريتي مثلا، او اروح لاي حاجه واشوف هو الناس لما بتدخل بتقع فين، او ايه المشكله اللي بتواجههم في التشيك اوت، وابدا ان انا احاول اعالج المشكله دي، او اجرب بنفسي ادخل على التشيك اوت واشوف فين المشكله. بس غالبا احنا اول ما بنستلم الويب سايت احنا اصلا بنجرب الكلام ده كله، فاحنا بالفعل جربنا بنفسنا. فلازم تشوف كلاريتي علشان تعرف فين المشكله الحقيقيه اللي الناس بتقع عندها. وكلاريتي مهم جدا، لو انت مش رابطه انت لازم تربطه، سواء كلاريتي او اي حاجه بقى تانية تكون بتقدم نفس السيرفيس. انت لازم تربط كلاريتي، لان هو مفيد جدا جدا جدا. وهو دوكيومنتيشن لما تيجي تكلم الديفلوبر او تكلم الاونر علشان تثبت له ان في مشكله في الويب سايت، فهو مش هيصدقك بشكل كده. فانت لا، لما تقول له ان انا عندي في 100 شخص دخلوا، واحد او اتنين هم بس اللي اشتروا، وادي الفيديو اللي بيثبت لك ان الناس بتدخل على التشيك اوت، تيجي تضغط على تيجي تضغط على مش عارف ايه، ما يرضاش يضغط عليه، او تيجي ان هي بتخش بتفضل تدور كتير على الكانتري، فاحنا محتاجين نعمل الكانتري بالاي بي مش عارف ايه، وهكذا. فبيصدقك ويبدا ان هو ياخد الاكشن بسرعه، او انت مش يعني اللي انت وصل لك قصدي. فسريعا هنستعرض الفيديو، الداشبورد آسف، ونشوف هي عاملة ازاي، وبعد كده هنشوف احنا بنشتغلها ازاي. يلا بينا. تمام. هنبدأ سريعا ان احنا نستعرض الداشبورد بتاعتنا، ونشوف طريقة التفكير، يعني انا بفكر ازاي، او ليه انا مختار الحاجات دي. لكن في البداية أنا يعني طالب منكم إن أي حد يستفاد من الفيديو ده، إن هو يدعي لوالدتي بالرحمة وبالمغفرة، وإن ربنا يعفو عنها، هي وجميع موتى المسلمين يا رب. اللهم آمين. تمام. إحنا زي ما قلنا هو بيرفورمانس ريبورت، اسمه بيرفورمانس ريبورت. أول حاجة هي البريتشز ريبورت، وتاني حاجة هي الويب سايت فانل ريبورت. البريتشز مكون من أكتر من حاجة. أول حاجة هنا هي ده التايتل. بعد كده هنا أنت بتختار الرينج بتاع الديت بتاعك. أنا مثلا مختار هنا من يوم 1 يناير لحد النهاردة اللي هو 2 إبريل. وضغطت على أبلاي، فبنلاقي هنا تقدر إن أنت تختار يعني بالكانتري، تشوف أنهي كانتري أنت عايزها، تفلتر بالكانتري أو بالسيشن سورس بتاعك، اللي هو البلاتفورم اللي انت شغال عليه. عايز تفلتر بالسناب شات، عايز تفلتر بالفيسبوك، انستجرام، اي بلاتفورم يعني. تقدر تفلتر بالايدج، تقدر تفلتر بالجندر بتاعك. تمام. طبعا انت لما بتختار اي فلتر من الفلاتر دي، كل الداتا اللي تحت دي بتتغير معاك. ماشي. طيب. هنا انت اول ما بتفلتر بيغير لك المبيعات، بيغير لك الريفينيو. تمام. طبعا هو احنا عاملين لينك، يعني احنا ربطنا الجي اي 4 بلوكر ستوديو. تمام. فالجي اي 4 مش بيعرف انت صرفت كام، هو بيعرف الريفينيو بتاعك كام عادي جدا، يعرف الريفينيو، يعرف المبيعات، لكن ما يقدرش يعرف انت صرفت كام على كل بلاتفورم. تمام.
فاحنا لو احنا عاوزين نحسب الرؤاز، فاحنا هندخل بشكل مانوال هنا المبلغ اللي انت صرفته. بمعنى ان انا مثلا هقول له انا عايز افلتر مثلا بسناب شات، فبيقول لي ان سناب شات جايب 25 مبيعة، والريفينيو بتاعه مليون اسف 1712. تمام. فانت بتروح لسناب شات تشوف انت صرفت قد ايه من 1 يناير ل 2 ابريل وبتدخله هنا. تعال نقول انا مثلا صرفت $500، فهيروح حاسب لك الرؤاز 3.42 الرؤاز. تمام. هنا كان موجود الايدج وكان موجود الجندر، لكن ما قدرش اللي هو يظهر بياناتهم عادي علشان سناب شات مش موضح، او ما قدرش اللي هو يريبورت الاعمار بشكل كويس، بتحصل عادي. طب تعالى نكلير الحاجات دي تاني. طيب، يبقى انت بتختار من الفلتر ده اللي انت عاوزه، بتنزل كده بتلاقي الحاجات دي زي ما قلنا، بتحط الاماونت سبنت بتاعتك لو عايز تحسب، لو مش عايز تحسب بتشيلها عادي، هيقول لك هنا مفيش داتا، نو داتا، وبتكمل بقى هنا. هنا انا في 3 كاردز انا حاططهم، واحد للبلاد والمناطق او المحافظات، وواحد للجندر، وواحد تحت للايدج، او اسف ده الجندر وده. اه لا، ده الايدج بس ده مش متغير. تعال نغيره سريعا. بس انا باخد الحاجة كوبي فبنسى ان انا اغير التايتل والكلام ده. طيب، انا لما باجي احلل انا اول حاجة بدور عليها هي انهي بلاتفورم افضل ليا. تمام. وانهي بلد افضل ليا لو كان الستور بتاعي شغال على اكتر من دولة. ماشي. وطبعا بقى بيهمني برضو العمر، وبيهمني الجندر، بيهمني الكلام ده كله. هو الريبورت ده هو باخد منه الانسايتس اللي الستور بشكل عام. بشكل عام يعني انا بتكلم اوفرول كل البلاتفورمز اللي انا شغال عليها. تمام. انت استلمت ويب سايت جديد، فانت عايز تعرف انهي بلد افضل، انهي محافظة افضل، انهي عمر افضل، انهي جندر افضل، انهي سورس افضل، عايز تعرف انهي افضل منتج اتباع، عايز تعرف انهي افضل لاند بيج بتبيع. انت ممكن تكون بتلاند على ممكن تكون بتلاند يعني عامل لاند بشكل ولاند بشكل تاني. مثلا عامل لاند فيها باندل وعامل لاند من غير باندل، عامل لاند فيها صور بطريقة معينة أو الأنجل اللي بتخاطب بيها الأودينس بتوعك حاجة، ولاند تانية حاجة تانية. ممكن تكون بتلاند على الهوم بيج وحاطط كل البرودكتس على الهوم بيج، ممكن تكون بتلاند على كاتيجوري معين. فده كله بتقدر انت تشوفه من الريبورت ده. طيب، احنا هنا مثلا لقينا هو الستور طبعا موجود في الكويت اصلا، يعني المبيعات اللي موجوده في مصر دي فممكن تكون تيست او حاجه. ماشي. آه، طبعا هو كلمني من فتره وانا عملت له الستور، هو ممكن تكون المبيعات ديت لما انا كنت بتست على التراكنج او ايا كان بقى يعني. فهنا دي المبيعات، أو أول دولة طبعا هي الكويت، بعدها مصر، بعدها الإمارات، وهنا في others في دول تانية، بس أنا مختار أول 3 في الشارت. أنت تقدر تختار اللي هو يعرض لك 3، يعرض لك 4 دول، يعرض لك 5 دول، بس أنا مختار إيه أول 3 علشان ما نسحش ونركز يعني. فهنا دي دولة الكويت، معمول بقى بريك داون بالمحافظات بتاعتها. فهنا ده الكويت، مش عارف اسمها حوالي ولا اسمها ايه، محافظة حوالي 202. بعدها بتيجي ما قدرش يسبسفاي ايه هي المحافظة، 53 مبيعة. بعد كده في العاصمة، محافظة العاصمة 29 مبيعة. بعد كده الفروانية، محافظة الفروانية. بعد كده مش عارف الجهرة، وهكذا بقى. يبقى انت كده عرفت ايه أول دولة هي الكويت،
وعرفنا ايه هي اكتر المحافظات في الكويت. على سبيل المثال برضو، لو قلنا ان مصر تبعنا، فانت مصر الجيزة 57، والقاهرة 12. تمام. فده طبعا لو عندك ستور شغال على اكتر من دولة، هتلاقي مثلا هنا الامارات، يجيب لك الامارات مبيعتين من الشارقة، وهكذا هتلاقي بقى الامارات والسعودية ومش عارف ايه والدول كلها، وانت تبدأ تشوف انهي اكتر دولة، يعني انت بتشوف انهي اكتر دولة بحيث ان انت تخش فيها بادجت اكتر، ولو في دولة مش شغالة او ما بتجيبلكش مبيعات كتير، فانت ممكن اصلا توقفها خالص. يبقى ده كان اول كارد. طبعا الكلام ده احنا بنعرفه فين؟ احنا بنعرفه لما بنروح للجي 4، وبنروح للايفنتس، وبنعمل فلتر بالبيرتشز، وبعد كده بنختار مترك تاني اللي هو الكانتري، ونبدا نعمل بريك داون. بيبقى المترك بتاعك هو البيرتشز، وبتعمل بريك داون بالكانتري، يعني بيبقى حوار، وبتعمل فلتر والديت ما يعرفش تختار ديت غير في يعني. فهنا انت خلاص، انت وانس ان انت بنيت الداشبورد دي، فانت الموضوع بقى بالنسبه لك سهل. و الجي 4 بيرمي بشكل اوتوماتيك هنا في الداشبورد بتاعتك ده على طول، انت ما تدخلش في اي حاجه تانية. طيب، هنا لو جينا نعمل اناليسيس بالنسبه للمبيعات بالنسبه للايدج، فهنلاقي وطبعا للاسف ان الايدج والجندر ما بتقدرش ان انت تاخد قرايات كويسه ليهم، لان هي على طول بيبقى في نسبه كبيره انون. فانا عندي هنا 309 انون، فانا خلاص يعني الدنيا اتضربت معايا، مش هقدر اقول انهي ايدج الافضل. انا مثلا قلت هنا ان الايدج ده هو الافضل، ف طب ما ممكن يكون اصلا الانون ده كله جاي من الايدج ده، فالدنيا عندي هنا باظت. طيب هنا الجندر نفس الكلام، الجندر 75% unknown. فانا لو قلت مثلا ان هنا 15 ميل، فالميل ضعف الفيميل، فانا هشتغل على الميل. طب ما ممكن الانون ده يكون اصلا فيميل، فاهماني؟ فدي المشكله. طبعا انت ممكن تعمل اللي هي الايدج، تعملها اللي هي الباي تشارت دي عادي، او ممكن العكس. يعني كل حاجه انت ممكن تعملها بالتشارت اللي يسهل لك عمليه الفيجواليزيشن. معذرة. فانت بتختار زي ما قلنا التشارت اللي يسهل لك عمليه الفيجواليزيشن. وطبعا بقى الشكل، يعني الالوان والفونت والكلام ده كله، دي حاجات كلها انت بتلعب فيها براحتك. بس انا ما بحبش بصراحه اللعب الكتير يعني. طب تاني حاجه، وهي حاجه مهمه، هي السورس. انا عايز اعرف السورس بتاعي انهي افضل سورس، او انا افضل بلاتفورم انا شغال عليها. فانت ممكن تكون شغال انستجرام، ممكن تكون شغال فيسبوك، ممكن تكون شغال سناب شات، جوجل، تيك توك، ايا كان البلاتفورم بتاعتك، فهي بتكون تقدر تعرفها من السورس. بس انا هنا يعني عامل اناليسيز للبيرشز من حيث السورس والريفينيو، عشان اعرف كل سورس يعني جاب لي كام مبيعة، ماشي، والريفينيو بتاعه كام. فلان يعني مثلا هنا جوجل، مثلا هنا جوجل جايب 99 مبيعة، الريفينيو بتاعه 5342. الانستجرام جايب 67 مبيعة، الريفينيو بتاعه 2600. وهنا 42 مبيعة جايب 1600. سناب شات 25 جايب 1700، والأذرز 62 مبيعة جايب 1900. طبعا انت زي ما قلنا احنا ممكن نكتر الحاجات اللي هنا، فيبدأ اللي هو يظهر لك التيك توك، يظهر لك مش عارف ايه. بس انا يعني بكتفي قوي باللي هم ايه، يعني زي قاعدة ال 80-20 كده، اللي هو نركز على اكتر الحاجات عشان نعمل عليها enhancements، ما نخشش في هاسل كتير يعني. طبعا الدايركت هي حاجات بيكون الجي اف 4 ما قدرش ان هو يعرف هي ايه بالظبط، او هو شخص دخل بالفعل وكتب اسم الويب سايت بتاعك واشترى، وده بيكون تالي مش كتير قوي لو انت براند مش معروف قوي زي امازون او نون او ايا كان.
طبعا ده بيفيدني في ايه؟ بيفيدني ان انا خلاص انا عرفت ان انا عندي هنا جوجل 99 مبيعة، فهو افضل حاجة، فانا ممكن ابوش بادجت اكتر في جوجل، ابوش بادجت اكتر في انستجرام وهكذا. طبعا انت ممكن تعمل بريك داون برضو ده بالسورس. يعني انت ممكن تعمل بريك داون بالسورس والميديم عشان تعرف انهي جاي لك. يعني لو عملت مثلا بريك داون بالميديم هتلاقي ان جوجل، جوجل جاي لي مثلا في اورجانيك وفي بيد، فهتلاقي ان جوجل مثلا جاي لك النسبه الكبيره في اورجانيك. فتبدا تقول طب طالما انا جاي لي نسبه كبيره من جوجل اورجانيك، طب ما انا كمان اشتغل عليه اعلانات، يبقى انا كده عندي فرصه ان انا اشتغل كمان اعلانات فاعلي من المبيعات بتاعتي. لما جاي لي مثلا 99 مبيعه وكلها اورجانيك، طب ما اشتغل اعلانات. طبعا طب انا ليه مش عامل بريك داون بالميديم؟ لان انا الشغل كله اعلانات. تمام. ف... في اي حاجه هي جايه لي من الاعلانات. في شخص تاني ممكن يكون بيعمل بريك داون بالميديم علشان يعرف انهي هو عامل في اليو تي ام الميديم بالكامبين، عامل الميديم مش عارف بايه، فيبدا اللي هو يعمل اناليسز اكتر. لكن طبعا هو الويب سايت ده يعني مش انا اللي كنت شغال عليه قوي، فمش هعرف ان انا يعني اشتغل بالميديم. لما عملت بالميديم ما افادنيش قوي يعني. فانت زي ما قلنا هو دي حاجه عامه، لكن انت بتبدا تكستمايز الريبورت بالنسبه ليك. انت شغال فانت عايز تعرف الميديم، عايز تعرف السورس، عايز تعرف الكلام ده كله، بتبدا ان انت تكستمايز زي ما انت عاوز عشان يناسب الحاجه بتاعتك. طيب هنا هو طبعا يعني انا هحط هنا بلور بلور للمنتجات. هنا بيقول لك انا عامل يعني هنا المنتجات انهي اكتر المنتجات اللي اتباعت. ماشي. هنا كم مبيعة تمت. ماشي. اسف، مش كم مبيعة تمت، كم عنصر، يعني هنا items purchased. كم يعني كم قطعة اتباعت، مش كم مبيعة، لا كم قطعة اتباعت. ماشي. وهنا الريفينيو بتاع كل القطع. طب انا عندي هنا اول منتج اتباع منه 50 قطعة، الريفينيو بتاعهم كان $16 و19 سنت. ماشي. تاني منتج 48 قطعة، الريفينيو بتاعه كان 185 185 بتاع ده دولار و22 سنت. وده طبعا يعني هو 50 قطعة هنا لأن هو فعلا المنتج ده يعني هو فعلا قليل، يعني سعره قليل جدا لأن هو منتج، يعني هو سعره قليل. لو عرفت اسمه هتتوقع ان هو فعلا ده يكون مناسب ليه، ان الريفينيو لل 50 قطعه هو $16 بس. والمنتج ده هو منتج غالي عشان كده، يعني مش غالي يعني، هو يعني منتج عادي سعره عالي عادي، فعشان كده الريفينيو بتاعه 185. اللي تحتهم 32 قطعة لكن الريفينيو بتاعهم 285. طب أنا ليه عامل بالعدد القطع وعامل بالريفينيو؟ علشان ما أفرحش بإن أنا عندي هنا 50 قطعة من المنتج ده لكن الريفينيو بتاعهم هو $17، ما لهمش لازمة. يبقى أنا أفضل أبوش بادجت على المنتج ده وأشتغل على المنتج ده وأهلك نفسي وأهلك التيم معايا علشان أبيع أكتر. ما أنا جايب منه 50 قطعة، فيلا نسكيل يلا نسكيل يلا نجيب 1000 قطعة ومش عارف إيه، وألاقي إن الريفينيو بتاعه ملوش لازمة. لكن انا هنا بايع 32 قطعة بس والريفينيو بتاعه 285، فطبعا فرق كبير. وطبعا علشان برضو تطلع تطلع يعني الانسايتس بتاعتك بشكل مظبوط، لازم تكون عارف انت صرفت كام على كل منتج من المنتجات دي. تمام. لكن ده زي ما قلنا ما بيقدرش الجي اي 4 اللي هو يعمله. فده بيديلك ايه زي انسايتس عامة جدا تقدر ان انت تشوف، يعني تاخد فكرة عنه. هنا مثلا في منتج عندنا بايعين منه 18 قطعة جايبين منه 230 ريفينيو، في منتج 16 قطعة جايبين منه 516. تمام. بس ده كان منتج رمضاني. ف... فكده احنا عرفنا ايه هي افضل المنتجات اللي عندنا اللي بتبيع، وعرفنا هنا الريفينيو بتاعهم كام. لو نزلت تحت هتلاقي ان هو هنا، تعال نرفع دي فوق،
هنلاقي ان هو هنا بيقسم لنا بيدينا هنا البتاع ده، ال- اليو البيج باث بتاعك، مش اليو ار ال كامل، لا، اللي هو من بعد انت مثلا الستور بتاعك اسمه امازون دوت كوم، فامازون دوت كوم سلاش، وبيبدأ بقى يكمل لك الباث، فانت هنا بياخد من بعد امازون دوت كوم. هنا مثلا في سلاش بس، تمام. فسلاش ده اللي هو دي كده الهوم بيج، سلاش دي الهوم بيج. فهنا مثلا قال لك انت على السلاش في ناس دخلت على الهوم بيج 4274 شخص، ماشي. هنا الاي كوميرس بيرتشيزز في 216 شخص اشترى، الكونفرجن ريت 5.05، تمام. يبقى هنا اكتر سيشنز، او مش اكتر سيشنز، اسف، اكتر مبيعات واكتر كونفرجن ريت على الهوم بيج. ده طبعا لان احنا حاطين على الستور بتاعنا اللي لاند على الهوم بيج، عاملين تريكايه كده ان اللي لاند على الهوم بيج كان بيلاقي المنتجات بتاعه رمضان كلها على الهوم بيج، وكنا بنلاند على الهوم بيج. فانت ده بيفيدك ليه؟ مثلا فوق في البيج باث، برضه انا هحط هنا بلور على الحاجات دي. في هنا البيج باث بتاع منتج، تحته بيج باث بتاع منتج، تحته بيج باث بتاع رمضان سبلايز، بتاع حاجات رمضان، تمام. وتحته الهوم بيج. احنا كنا بنلاند على رمضان سبلايز، وكنا بنلاند على الهوم بيج، كنا بنتشيك على حاجة كده. فهنا الفرق زي ما انتم شايفين، يعني هنا يعني الفرق واضح يعني. وهكذا بقى انت بتقدر تكمبير، انت لما لنديت على الهوم بيج، ولا لما لنديت على الكاتيجوري، ولا لما لنديت على منتج معين، ولا ولو انت شغال على منتج معين وعامل له اتنين لاندنج بيج، فتبدأ تشوف انهي لاندنج بيج هي الافضل. يبقى ده كان اول ريبورت معانا، اللي هو البيرتشز ريبورت. بتبدا ان انت تختار التاريخ اللي انت عاوزه، الحاجه اللي انت عاوزها، بتبدا ان انت تشوف انهي افضل منتج وانهي افضل لاندنج بيج، وتبدا ان انت تشوف انهي افضل سورس ليك، وهكذا. انت مثلا قلت انا عايز اعمل اناليسز لمصر، بما ان مصر هي تاني، وهنا مثلا قال 330، كويت مصر 69، الامارات 2، اليونايتد ستيتس 1، وهكذا. فتعالى مثلا نختار مصر، ويا رب نلاقي ليها داتا. تختار مثلا مصر عندك، بيبدأ يقول لك ان 69 مبيعة ب 1400 ومش عارف ايه، الرؤاس مش موجود. فانت بتخش بقى تشوف مصر انت صرفت عليها كام في البلاتفورمز كلها. لو قلنا 500، فبيقول لك ان الرؤس بتاعك ثلاثة. تبدأ ان هو يقول لك هنا الجيزة والقاهرة، هنا قانون كله، ومن 18 ل 24 10، مش عارف هنا مقسمها قانون 57%. فانت في الاخر هتلاقي ان الايدج والجندر ما تقدرش تاخد منهم قرايات صحيحة للأسف. السورس اهو يعني هو هنا قايل لك ايه؟ التاج اسيستنت هو السورس بتاعك، والبيزنس لان انت بتست من الايفنتس مانجر. هنا لما تيجي تست من الايفنتس مانجر نفسه، وهنا بتيجي تست من جوجل تاج مانجر، فهتلاقي ان كلها جايه من الحاجات دي تقريبا. وهنا برضه بيقول لك المبيعات جايه لك من انهي منتجات، وتحت من انهي لاندنج بيج. طبعا انت ممكن برضه تختار، تقول له لا انا عايزك تختار لي مثلا من 18 ل 24 بس، فيبدأ اللي هو يختار لك، يعمل لك الداتا كلها من 18 ل 24. جايين هنا، وفي حاجات بقى هتلاقيها مش موجود لها داتا، يعني مثلا ما قدرش هنا يختار لي المنتجات، ايه هي المنتجات اللي من 18 ل 24 سنة، وهكذا. ممكن تختار الجندر، تقول له لا اعرض لي مثلا الجندر بس، الميل بس. يعني انت بقى بتلعب بقى، تبدأ تبريك داون بكل حاجة انت حاببها. فتعالى نكلير كل الكلام ده. ده ببساطة كان أول ريبورت.
طيب الريبورت التاني اللي هو الويب سايت فانل بتاعنا. الويب سايت فانل بتاعنا ده بيفيدنا في ايه؟ بيفيدنا ان انا بعرف كل شخص دخل عندي، أو يعني انا هدفي من ده اعرف فين المشكله عندي في الويب سايت. انا الويب سايت سهل جدا، يعني هو الويب سايت عباره عن الاد تو كارت. الشخص بيلاند بيضغط اد تو كارت، بيروح للتشيك اوت بيج، بعد كده بيشتري. هو ثلاث اربع خطوات اللي هم الحاجات الاساسيه جدا. بيخش اد تو كارت، بيروح على التشيك اوت، بيشتري. في شخص تاني يقول لك لا، هيخش يضغط اد تو كارت، يروح للفيو كارت، بعد كده يروح للتشيك اوت، بعد كده يروح للبيمنت، بعد كده يشتري. يعني انت بتشوف ايه الستبس اللي بيعدي عليها اليوزر بتاعك. ده حاجة أساسية جدا لازم تكون عندك. وأول ما تستلم برضو الويب سايت، أنت بتست كل ستيب في الويب سايت عشان تشوف فين المشكلة. وفي مشاكل مش هتقابلها غير لما تروح لكلاريتي. يعني في حاجات مش هتقابلها غير لما تروح لكلاريتي وتشوف العميل بيخش فين. هتلاقيه بيضغط مرة واتنين وتلاتة وما بيقابلش البتاع ده. لو انت مثلا موجود في مصر والويب سايت بتاعك شغال على اكتر من دولة، يعني انا هتلاقيه مثلا بيجي كده. يعني انا ده فعلا حصل لي، ان كان ستور شغالين عليه، وطبعا احنا كلنا بنتست من مكان معين، فالاي بي بتاعنا احنا بنخش بنلاقي مصر. فلما دخلنا على كلاريتي لقينا ان هو لما بيجي يدخل بيفضل يدور على البلد بتاعته، يفضل يسكرول سكرول سكرول عشان يدور على البلد بتاعته، ما بيلاقيش البلد بتاعته. طب لا، يا ديفلوبر خليها بالاي بي. اول ما يخش الويب سايت بيقرا الاي بي، ويبدا اللي هو يحط بشكل اوتوماتيك الكانتري بتاعتك. وهكذا بقى، يعني حاجات كتيره. فانت بيبقى عندك الفانل. تعال نصغر شويه الشاشه، يعني مش هتصغر ليه. صغرها تاني. انت عندك ادي الويب سايت فانل بتاعتك. هنا السيشن ستارت، كام سيشن ابتدت عندي، كام اد تو كارت، وكام بيجن تشيك اوت، وكام بيرتشز. طبعا ده كله معمول بير يوزر، ماشي. علشان ده وانت تعمل التراكنج، انا بحاول ان انا اقلل الاد تو كارت قوي، بخليها بير بيج مش بير ايفنت، علشان لو حد دخل وعمل، يعني هو دخل مثلا على الهوم بيج وليه تلات أربع منتجات، ضغط تلات أربع ضغطات، فبقى عامل تلات أربعة أد تو كارت، فاتحسبت عندي تلات أربعة. فأنا لما باجي كومبير مع البيجن تشيك أوت، بلاقي الألف اتنين وتلاتين وميتين تسعة وعشرين، بس هما مش ألف اتنين وتلاتين، هما مثلا خمسمية ولا هما سبعمية. فبالتالي البيجن تشيك أوت بيرسنت بتبقى مش دقيقة. مش عارف هي وضحت معاكم ولا لا. صلى على النبي. احنا بنكمبير، اللي هو مثلا بنقول ايه، في 1000 شخص دخل عندي او عمل اد تو كارت، ماشي، وفي منهم 500 كملوا وراحوا للتشيك اوت. تمام. يبقى كانت عندي مقبوله، يعني 500 من اللي بيضغطوا اد تو كارت بيروحوا للتشيك اوت. طب ال1000 بقى لو هي اصلا مش 1000، لو كل شخص بيدخل بيضغط على 2 أو 3 اد تو كارت، تمام، فأصبحت إن ال1000 دي بقت 300 مثلا، بقت 500 بالكتير قوي. ماشي. فلما انا اجي احسب حسابات، هتبقى حسابات مش دقيقه. فهتروح لجوجل تاج مانجر، خليها once per page مش once per. طبعا ده بيقلل، لكن مش بيعملها per user، لا ده بيقلل. اللي هو لو دخل على بيج تانية وضغط اد تو كارت، فتتحسب اد تو كارت، يعني يبقى 2 اد تو كارت كده معاك لنفس اليوزر. آه على 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 جي 4 دي بقى ميزه جي 4، لكن مش عارف ازاي نعملها هنا. انا على جي 4 بدخل وبشوف بير اكت بير يوزر، نقدر نعملها بير يوزر عادي جدا. لكن هنا لسه ما وصلتش ازاي نعملها. لكن هي اكيد ليها طريقه، بس انا ما دورتش بصراحه ازاي نعملها. بس اكيد ليها طريقه ان احنا نخلي الاد تو كارت، نعمل الاد تو كارت بير يوزر، او كل الستبس دي تكون بير يوزر. طيب احنا اتكلمنا في الحته دي كتير قوي بصراحه. خلينا نقول هنا السيشن ستارت 4000، اد تو كارت 1032، البيجن تشيك اوت 229، والناس اللي اشتروا هم 93. هو التاريخ ايه؟ ثواني، خلينا من اول السنه.
لحد يوم 2. ماشي. ف50,000، 4,950، 402. فاحنا هنا الفانل بتاعتنا بنحسبها ازاي؟ في طريقتين انت تحسب الفانل. اللي انت تحسب نسبة الاد تو كارت من الناس اللي دخلوا او من عدد السيشنز، وان انت تحسب نسبة البيجن تشيك اوت من الاد تو كارت، او البيرتشز من البيجن تشيك اوت، اللي هي هتمشيها كفانل. بمعنى ان انت عايز تشوف كام واحد دخل وعمل، وكام واحد عمل اد تو كارت من الناس اللي دخلوا، وكام واحد من اللي ضغطوا اد تو كارت كمل اللي تشيك اوت، وكام واحد من اللي اشتروا او كام واحد من اللي راحوا للتشيك اوت كمل للبريتشز. ليه؟ علشان اشوف النسب واشوف فين الخلل. فانا هنا حاسبها بالطريقه دي. تعالى نعرف الطريقه دي الاول وبعد كده اقول لك على الطريقه التانيه للحسبان. فأنا هنا بقول إن أنا داخل عندي 50,000، في 4,250 منهم اشتروا، يعني نسبة 8.5 تقريبا في المية. على فكرة دي نسبة كويسة، يعني نسبة كويسة جدا إن 8.5% يشتروا من الناس اللي هيدخلوا على الموقع أو يضغطوا أد تو كارت. فدي نسبة بالنسبة لي مرضية جدا. يعني من كل 100 شخص بيدخلوا في 8.5 شخص بيشتروا آسف بيضغطوا أد تو كارت، فدي حاجة كويسة. طيب، كم واحد بقى من اللي ضغطوا اد تو كارت كمل للتشيك اوت؟ كم واحد من اللي ضغطوا اد تو كارت ال 4,200 كمل للتشيك اوت؟ 950. نسبة 22% من اللي ضغطوا اد تو كارت كملوا للتشيك اوت. دي برضه نسبة كويسة. يعني من كل 100 شخص ضغط اد تو كارت، طبعا احنا بنكونسيدر ان اصلا دي كلها مش اشخاص، دي كلها يعني كليكس على الاد تو كارت، في 22 شخص كملوا للتشيك اوت. فدي نسبة برضه بالنسبة لي مرضية لحد ما. بعد كده كم شخص من اللي ضغطوا اد تو كارت اشتروا؟ آسف، كم شخص من اللي راحوا للتشيك اوت دخلوا بياناتهم واشتروا؟ 402 شخص، نسبة 42%. يعني من كل 100 شخص بيدخل للتشيك اوت في منهم 42 شخص بيشتروا. دي نسبة أنا شايفها، لا دي نسبة أنا شايفها ضخمة بصراحة، يعني دي نسبة ضخمة. وده طبيعي للويب سايت اللي أنا فيه، لأن هو أسعاره فعلا قليلة جدا. يعني هو فعلا أسعاره يعني هو بيحرق بالمعنى الحرفي أسعاره. فطبيعي جدا ان، او بالنسبه لي يعني نسبه مقبوله، او لما اشوف ان النسبه لو كان ويب سايت تاني و42 شخص من يدخلوا تشيك اوت ممكن اشك شويه او بتاع، لكن لا ده طبيعي. فانا هنا ليه بعمل كده؟ انا مثلا لو لقيت ان هنا النسبه مثلا بتاعتي 50 شخص مثلا اللي اشتروا، يعني لو قلت 50 على 951، يعني لقيت ان مثلا 5% اشتروا من الناس اللي دخلوا التشيك اوت، يبقى انا هنا في مليون في المية حاجة عندي غلط. هنا 5% بس بيضغطوا على التشيك اوت ما بيكملوش، او هم اللي بيكملوا، فلا في هنا عندي فعلا مشكلة. فابدا ان انا ادخل بقى الاول اتست بنفسي واجرب اطلب اوردر واشوف فين المشكلة، او ان انا ادخل على كلاريتي واشوف الناس بتواجه مشاكل ايه وهكذا. لقيت ان النسبة بتاعت الناس اللي بيكملوا التشيك اوت قليلة قوي، فبرضه في مشكلة. لقيت النسبة للناس اللي بيضغطوا اد تو كارت قليلة، ففي مشكلة. فابدأ إن أنا أشوف بقى المشكلة عندي فين. برضه أنت هنا ممكن تعمل تختار بقى، تفلتر بقى بالبلد أو بالسورس أو بأيا كان. هنا يعني سنابس كده بسيطة عن السيشنز. الباونس ريت، باونس ريت هو كام شخص دخل على الهوم بيج وخرج تاني. فهنا 27 هي نسبة مقبولة. كم شخص ضغط اد تو كارت، كم تشيك اوت، كم اي كوميرس بيرتشيز. يعني بيديلك سناب شوت سريعة كده عن عن الستبس بتاعتك. وزي ما قلنا ده انت بتخش كده بتبص بص سريعة بتعرف الويب سايت بتاعك حلو ولا الويب سايت بتاعك فيه مشكلة، وتبدأ ان انت تشوف فين المشكلة بتاعتك وتحلها. ده سريعا ايه هو الريبورت.
وبنستخدمه ازاي واللي بنعمله بالشكل ده. هنبدأ بقى ان احنا برضو سريعا نشوف نشوف ايه نشوف, نشوف ازاي بنعمله. مش هنتكلم بالتفصيل فيه بصراحة، يعني احنا يعني هنحاول ان احنا نسرع العملية لان هو بسيط جدا. هي الموضوع مش صعب. فهنفصل الفيديو ده ونعمل فيديو جديد. السلام عليكم. رجعت ليكم بعد العشاء، يعني الساعة دلوقتي 10، وأنا أصلا لما كنت بسجل الفترة اللي فاتت كنت بدأت أسجل قبل الظهر. طيب خلينا نبدأ سريعا. هنشوف إزاي نعمل الداشبورد دي. هنتكلم عن الحاجات اللي هي موجودة في الداشبورد دي بس، لكن أنت ممكن تجرب باقي الحاجات. هي الحاجات كلها سهلة جدا. أنت ممكن تجرب باقي الحاجات وتكستمايز بقى بحيث إن هو يناسبك أنت ويناسب شغلك والبيزنس بتاعك. طيب تعالى نبدأ من الأول خالص كده. أنت بتدخل على لوكال ستوديو، تكتب لوكال ستوديو جوجل، وبتدخل هنا بتقول له بلانك ريبورت. بيفتح لك على طول الداتا سورسز. ماشي. هنا في حاجات كتيرة جدا جدا ممكن تربطها بلوكال ستوديو. ممكن تربط بجوجل ادز، بالفيسبوك، بجوجل اناليتكس، باكسل شيت. ممكن تربطه بكل حاجة انت تتخيلها، يعني في حاجات كتيرة جدا هنا ممكن تربط. لكن احنا هنتكلم عن جوجل اناليتكس بس دلوقتي. فانت تضغط على جوجل اناليتكس، ولو قفلت دي بالغلط تضغط من هنا على اد داتا وتدخل من هنا على جوجل اناليتكس. بيقول لك قول لي اختار الجيميل بتاعك، وبعد كده بتختار الاكونت بتاعك من هنا وبتكمل. انا هختار الاكونت اللي هشتغل بيه. اد اد بيظهر لك بالشكل ده. هنبدأ الأول إن إحنا نحط الهيدر اللي إحنا كنا حاطينه هناك. فبنضغط هنا بيقول لك أنت عايز تحط دايرة ولا تحط البتاع ده. فبتضغط عليه وبتيجي هنا بكل سهولة وبتضيفه كده. ماشي. وبتبدأ إن أنت تغير الباك جراوند، مثلا خليها سودا. وبتبدأ إن أنت بعد كده تحط تكست. فبتيجي هنا على التكست وتروح حاطط هنا، تقول له ماشي. هقول له هسميه ريبورت. وبتيجي بعد كده تغير الفونت البتاع بتاعك، مثلا تخليها 40. وهنا تغير اللون، مثلا تخليه أبيض. وبعد كده نحط هنا اللي هو الديت رينج. بتيجي على الاد كنترول وبتختار من الاد كنترول في حاجات كتيرة جدا. نختار الديت رينج، هنحط هنا. وهنختار اللي هنروح بقى للستايل، آسف. ونغير الفونت بتاعنا ل 36. الكلر هنخليه أبيض. وانت بقى يعني العب بقى زي ما انت عاوز، يعني ماشي. احنا بنتكلم ايه على الحاجات الأساسية. بعد كده عايزين نضيف الكاردز بتاعتنا اللي هو الاماونت سبنت والكلام ده كله. فبنيجي هنا، يعني بص كده، ده الفلتر بار اللي هو ده. ماشي. هنا مش تظهر معانا دلوقتي، لكن لما نضيف كاردز لو جيت تقف هنا هيظهر لك الحاجات بتاعته اللي هي البروبرتيز بتاعت كل اوبجكت. كل اوبجكت انت تختاره انت. بس لو جيت هنا وقفت هنا هتلاقي الحاجات بتاعته ظهرت. قفلت كده الحاجات بتاعته اختفت. ماشي. هنا لو ضغطت على الداتا فبيظهر لك الحاجات كلها اللي انت رابطها بقى، المبيعات والريفينيو والكليكس وكل ايفنت وكل حاجه، الاد تو كارت، كل الكلام ده بيظهر لك هنا في الداتا. احنا مثلا هنا هنقول له البيرتشيسز. ماشي. هي فين الاي كوميرس بيرتشيسز. هنضيفها هنا، هنطلعها فوق. ماشي. بتيجي هنا وبتيجي روح بقى رايح للستايل. تبدا اي حاجه بيبقى فيه ليها اتنين، ليها حاجتين، ليها السيت اب وليها الستايل. السيت اب هنتعرض ليها، اللي هو مثلا انت لو عايز تغير هنتعرض لها دلوقتي حالا. ماشي. اما الستايل فاحنا بنغير في الشكل اللي هو اللون مثلا هنخليه ابيض. هنخلي الكلام في النص. الباك جراوند هنخليها سودا. ماشي. عايز تغير فين الفونت بتاعك
تخلي السايز مثلا 48 وهكذا، تكبر كده شوية. بعد كده ناخد ده كوبي بيست، هنحط هنا بقى بدل المبيعات هنحط بقى الريفينيو. فهنيجي على السيت اب، ماشي، ونيجي هنا ندوس دوسة ونغير بدل ما هي كانت المبيعات اللي احنا عايزينها ايه الريفينيو. ماشي، هتكتب الريفينيو هيظهر لك حاجات كتيرة جدا، هتختار منها ايه فين البريتشز ريفينيو، تدوس عليها خلاص هتتبدل دلوقتي، هي بقت ايه البريتشز ريفينيو. تمام. هناخدها برضو عايزين نضيف بقى دلوقتي الاماونت سبنت، وكنا قلنا ان الاماونت سبنت هي الجي فورم مش بيعرفها بشكل اوتوماتيك، فانت بتحطها بشكل مانوال، فبنضغط على الاد كنترول وبنيجي على ال انبوت بوكس وهنضيف هنا كده الانبوت بوكس. تمام، هنغيرها ازاي؟ تعال الاول نروح على الداتا، ماشي، وهنقول له add a field. add a field، لا اسف add a parameter. نشيل محمود نبعده. add a parameter، نوع البارامتر اللي انت عايز تضيفه ايه؟ انا عايز اضيفه يكون number، ماشي. اسم البارامتر ايه؟ هسميه amount spent، لان احنا زي ما قلنا احنا ما عندناش amount spent على جوجل اناليتكس، فاحنا بنضيف بارامتر اسمه amount spent، فهنسميه amount spent. هو نوع ايه؟ هو رقم، ما هوش تكست، ما هوش ديسمال، ما هوش مش عارف ايه الاخيره دي اصلا. بس تمام، وبنضغط على سيف. ودان، اسف ما خدتش بالي من دان، انا مستني ان هي تتشال. تمام، وهنيجي هنا، هو هنا موجود ايه؟ موجود احنا لما ضفنا الانبوت بوكس قال لنا ايفنت نيم، ماشي. انا مش عايز الايفنت نيم، انا عاوز الاماونت سبنت اللي انا لسه عاملها، فهختارها. وطبعا بقى بتظبط انت الحاجات دي، هتخلي اللون بتاعها يبقى، تروح للستايل تخلي التكست يبقى ابيض زي التاني، والباك جراوند تخليها اسود. مش تغير السايز بتاع الفونت فين؟ اهو، خليه مثلا 28. ماشي. طبعا هو ده كبير قوي، فاحنا المفروض انت بقى بتراعي ان كل حاجة تكون زي بعض، والتنظيم بقى اللي انت فاهمه ده. تعال نصغرها شوية عشان عايزين نضيف حاجة كمان. الحاجة التانية اللي هنضيفها الرؤاز. تمام، الرؤاز هو ايه؟ برضو هنا مفيش رؤاز، لان مفيش رؤاز، لان مفيش اماونت سبنت ومفيش بالتالي رؤاز، هو بيحسب لك الريفينيو بس. طيب انت عشان تضيف الرؤاز هتعمل ايه؟ برضو تقول له اد بارامتر، لا اسف مش اد بارامتر، ديسكارد، ديسكارد اد داتا، لا برضو مش اد داتا. طب اد فيلد، اد فيلد، وبعد كده تقول له اد كالكوليتد فيلد. طيب هتسميه ايه؟ هسميه رواز. عبارة عن الاماونت سبنت، تكتب اماونت سبنت، ماشي، وبتقول له على اسمه ايه الريفينيو، ولا الريفينيو على الاماونت سبنت؟ الريفينيو على الاماونت سبنت، انا اسف. الريفينيو، revenue purchase revenue اهي على الاماونت سبنت، بتقول البرتشيز ريفينيو على الاماونت سبنت، وبتقول له سيف ودون. ماشي، ايه اللي حصل؟
هتيجي هنا وتعمل كوبي وبيست وتختار من هنا ايه الرئيس. قال لك نو داتا لان انت هنا ما ضفتش. طب هي دي ليه اللي اتبهدلت دي؟ ليه دي اتبهدلت؟ تعالى تاني معلش كده. تعالى نختار الديت بتاعنا مثلا 31. ماشي، هو تقريبا كان في لاج او حاجة عشان كده البتاع ده ما كانش شغال كويس، بس هو ظبط دلوقتي. طيب احنا عرفنا ازاي ضفنا الرؤاس. وانس ان احنا ندخل هنا اي قيمة، مثلا 17.766.4. 17.766.4. في ايه؟ مم. تدخل اي رقم. انا مثلا هنا دخلت ال 500 فحسب لي الرؤاس. حط مثلا 10,000، حسب لك الرؤاس. حط 16,000. وهكذا بقى بتحط القيم بتاعتك وهو بيحسب لك الرؤاس. اللي احنا عملناه ده اللي هو الرؤاس. الطريقه اللي احنا عملناها اسمها بلند داتا. احنا اللي هو عملنا ميرج ما بين اكتر من داتا. طيب، كنا حاطين هنا فلترز كانتري سيشن ايج مش عارف ايه. تحطها عن طريق انت تقول له اد كنترول. فين دروب داون ليست. تحط هنا الفلتر اللي انت عايز تفلتر بيه، وبتيجي هنا بتختار الحاجه اللي انت عايز تفلتر بيها. انا مثلا افلتر هنا بالكانتري، عايز تفلتر بالايدج بالكلام ده كله. كوبي وبيست كوبي وبيست، وبتغير في الالوان بقى براحتك وبالكلام ده كله براحتك. مش هنكمل بقى في الفلاتر التاني، كفايه كده. طيب، اه purchases by country and region. ازاي نعمل البتاع ده؟ بنيجي هنا ونقول له add chart. تختار الشارت اللي انت عاوزه. انا هختار ده. هضيف هنا كده. الموضوع سهل جدا ولذيذ جدا وبسيط جدا جدا يعني. بتكبر طبعا بقى زي ما انت عاوز. ماشي. طيب احنا بنعمل ايه؟ احنا عايزين نفلتر البلدان. ماشي، بالنسبة للمبيعات بتاعتنا. يبقى بنفلتر البلدان بالنسبة للمبيعات. يبقى البلدان هو حتى هو هنا عملها بشكل اوتوماتيك يعني. فأي حاجة احنا المترك اللي بنقيس بالنسبة له ايه هو المبيعات. يبقى المترك هو المبيعات. الاي كوميرس بريتشيسز هتتحط هنا. اما الحاجه التانية اللي هي بتبقى الدايمنشن بنحطها هنا الكونتري. ولو انت اتلخبطت ما بين الاتنين دول اعمل اي حاجه. حط هنا الكونتري وهنا البريتشز. ما ظبطش اعكس. حط هنا البريتشز وهنا الكونتري وهكذا. الموضوع بسيط يعني. طيب، احنا كنا عاملين البلدان والمحافظات. ازاي نحط بقى الريجن؟ بنحط دايمنشن تاني. اد دايمنشن وبنقول له ريجن. انت بقى ريجن عايز تضيف حاجه تانية او ايا كان بتقول له ريجن. فبيروح عامل لك ايه الشكل الجميل ده. الكويت، مصر، الامارات، امريكا، مش عارف ايه والكلام ده كله. فبالطبيعي هنروح للستايل. هنا لو انت عايز تغير في شكل البتاع بتاعك تخليه بشكل ده. بس انا مش عايزه كده. انا عايزه بالشكل ده. بتقول له شو تايتل عشان عايز احط تايتل. بتحط التايتل اللي انت عاوزه. تيست تايتل. اي تايتل بقى انت عاوزه. ماشي. بتغير الفونت زي ما انت عاوز. بتغير بقى اللون ومكانه يبقى فين والكلام ده كله. عاوزه فوق ولا عاوزه تحت. وهكذا. ماشي. هنا البورز هنا مثلا وعاملها 10 يعني 10 بلدان. 10 بلدان. طب لا انا مش عايزه 10 بلدان. انا بس عاوزه يركز لي على اول 5 بلدان. اول 5 بلدان.
ماشي. ومش بس كده، انا عاوزه بعد ما يعمل لي 5 بلدان بس يعمل جروب للاذرز، يعني يعمل كولوم تاني او يعمل بار ساتت، ويروح حاسب في البار الساتت ده كل البلدان التانية، فبتضغط على جروب اذرز اللي هو بيجيب لك اعلى 5 بلدان، ويعمل لك كولوم ساتت تقول يحط لك فيه بقى كل ايه، كل البتاع ده، كل البلدان اللي باقيه. طبعا هنا ما تعملوش ابديت تقريبا، مهنج بس او حاجه، لو عملنا ريفرش دلوقتي هيظبط معانا ان شاء الله. هنا بقى الالوان بقى، عشان الالوان اللي هي بتاعت الابيض والاحمر والكلام ده، انت عامله بشكل اوتوماتيك. انت عايز تعمله سنجل كالر، عايز تختار تعمل بار اوردر مش عارف ايه، انت بقى قلب بقى في الكلام ده وشوف ايه المناسب ليك. هنا عرض الحاجات دي، البارز دي عرضها، فهو قال لك 100%. انت عايز تصغرها يعني تخليها مثلا كده، فهي كده بقت رفيعة، لا احنا عايزينها تخينة. هنا قربهم من بعض ومن التشارت نفسه كده مثلا، ولا عاوزها تبقى كده، فاهمني؟ انت بتشوف المناسب ليك دي 80 في 80، فبيبقى كويس يعني. شو اكسس، طبعا عايزين الاكسس، انت قلب بقى يعني. هنا بيقول لك الفونت، فانت هنا مثلا خليه 50. اوف، لا طبعا إيه اللي عملته ده؟ 20. ده الفونت بتاع الواي. يعني قلب بقى في الكلام ده كله وظبط الدنيا بحيث ان هي تناسبك. طبعا زي ما قلنا لو عملنا ريفرش اظن ان هو هيظبط معانا. ما ظبطش معانا. آه ليه؟ ما احنا قلنا 5. ظبط اهو، ده بس كان مهنج او حاجه. فلو خدت بالكم هو هنا قلنا له 5، فجاب لك ايه؟ مصر، الكلام ده 5 دول اهو، ماشي. لو قلنا جروب فهيزود بار ساتت يحط فيه اذرز ويجمع فيه كل الدول التانية. الكلام ده برضو بيكبر، اللي هو الحاجات دي لو دورت هنا هتلاقي الحاجة اللي بتكبرهم بيها، فانت دور بقى عليهم واعملها. ماشي. لو جيت هنا ورحت رايح على التشارت وقلت لا انا عايز اغير التشارت بتاعي، عايز اجرب بقى كل التشارتس دي، ومختار افضل تشارت بيناسبك، يعني عيش يعني جرب كل تشارت من التشارتس دي وشوف انهي افضل تشارت بيعبر عن شغلك وبيسهل عليك وتقدر تعرض بيه. ماشي. ف انا ده انا شايفه مناسب. تعالى برضه هنجرب حاجة تانية، اللي هو هنقول له اد كنترول، اسف اد تشارت. عايز اضيف اللي هي الباي دي. طب تعالى معلش الأول نروح للبيج current page settings، دي حاجة مهمة. خلينا نعمل البتاع ده، نخليها مثلا 3000 عشان مش كل شوية في ايه. 3000 عشان مش كل شوية نزود مساحة. ماشي. وبنضيف الباي بتاعتنا، نكبرها كده. احنا عايزين نعملها بالجندر، تمام. هو هنا احنا عايزين نعملها بالجندر بالنسبه للمبيعات، فنحط المترك بتاعنا هو المبيعات اي-كوميرس purchases. وهنا حط الريجن، الدايمنشن بتاعنا، لا انا مش عايز الريجن، مش عايز المحافظات، لا انا عايز الجندر. بختار الجندر، فهو قسمها لي اهوت، ميل وفيميل و انون. ماشي. طبعا برضو لو رحت على الستايل هتلعب بقى زي ما انت عاوز. ماشي. لو رحت على التشارت فتقدر تغيرها من الباي تشارت دي للباي تشارت دي، او الدوناتس تشارت. ماشي. تقدر تعملها البتاع اللي احنا كنا عاملينها فوق، تقدر تعملها حاجة مختلفة، جدول. يعني اختار الحاجة اللي انت شايفها مريحة ليك. ماشي. خلينا نرجع تاني هنا كده. تعالى ناخد دي بقى كوبي بيست، بدل ما نعمل حاجة من أول وجديد، لا ناخدها كوبي بيست. ماشي. ونعملها للإيدج. هنيجي هنا على الجندر ونخليه ايدج.
فأقسمها له بالنسبة لي العمر، بس الشكل ده في العمر أنا شايفه مش مريح أوي، فتعالى نخليها الشكل اللي هو ده، يعني مريح سن عن التاني. يبقى احنا كده عملنا ايه الحاجات دي. تعالى بقى نعمل هنا ايه، استغفر الله العظيم، هو ايه ده؟ اه هنعمل هنصنف المبيعات او بريك داون المبيعات بالنسبه للسورس والريفينيو لكل سورس. فبرضه هناخد ده كوبي، نحطه هنا بيست، ولا نعملها من اول جديد؟ خلينا نعملها من اول جديد. هنضيف اد تشارت، هنختار التشارت بتاعنا اللي هو ده. تعال نكبر. احنا قلنا المترك بتاعنا اللي شغالين بيه المبيعات. طيب الدايمنشن بتاعنا السورس، المصدر اللي هو انا عايز اعرف انهي بلاتفورم اللي هي السورس. طبعا اللي انا شغال بيه هو اليوتيوب بتاعه ما كانش مظبوط، فهتلاقي ان السورسز مش مظبوطه فيها قوي. بس انت لو مظبط اليو تي ام وشغال فهتبقى الدنيا معاك تمام. فالمهم بتختار السورس بتاعك، ماشي. هو ايه ده؟ ايه ده؟ في حاجه غريبه. تعالى نختار من اول السنه لحد النهارده. اه انا هنا اخترت الاد سورس، بس هي مش الاد سورس، هي السيشن سورس. لو نزلت تحت هتلاقي في سيشن سورس، السيشن سورس اللي هو مصدر السيشنز بتاعتي. آه ماشي. هو انا بقسمها لك. احنا قلنا ايه، احنا عايزين نعملها بالنسبه للسورس وبالنسبه للريفينيو. فنحط هنا الريفينيو. اه ام سوري، احنا قلنا احنا عايزين نركز. معلش، احنا قلنا احنا عايزين نعمل بريك داون للمبيعات بالنسبه للسورس وللريفينيو بالنسبه للسورس. يعني عايزين نعرف كل بلاتفورم المبيعات بتاعتها كام والريفينيو بتاعها كام. فكل بلاتفورم حطيناها هنا اهو، عايزين نعرف المبيعات بتاعتها كام والريفينيو بتاعها كام. فتيجي على البريتشز ريفينيو، ماشي. وهتيجي بقى على، هتلاقي هنا مثلا قال لك ايه الدايركت، هو جايب لك كام؟ 107 مبيعة بكام؟ ب 4000. هنا جايب لك مش عارف 99 مبيعة ب 5000. هنظبط شكلها شوية، هنروح للستايل. أول حاجة إحنا عايزين نركز على مثلا أول 6 بتوعات ونعمل جروب للأذرز، ماشي. هنا هنختار الستاكد بارز، لا آسف مش هنختارها، ما بحبش أنا الشكل ده. هنختار اللي هو الشو ليبلز، عشان شو ليبلز علشان نعرف الأرقام من غير ما نقف على البتاع. لو أنت حابب كومباكت نمبرز، لا مش عايز كومباكت نمبرز أنا. طبعا تختار بقى كل حاجة بتبدأ اللي أنت تألف فيها. هي في بتاع أنا عايز أعملها اللي هي بتقلل المسافات دي، الجابس دي كلها. هنا شو اكسس، لو انت عايز تظهر اللي هو اللي هنا يقول لك اللي هنا السورس وهنا الريفينيو. هنا لو عايز تبدل الأماكن بتاعت الحاجات دي، يعني لو عملت كده يحطها لك تحت، عمل كده يحطها لك يمين، وهكذا، ماشي. هنا يخفيها لك خالص. في حاجة بتخلي المسافات تقل هنا، بس مش عارف فين.
اللي هي اللوج سكيل. اي بيخلي المسافات ايه تقل، يعني لو عملنا دي كده، شايف كانت عامله ازاي كده، ظبط لك الدنيا شويه يعني. فدي كويسه، بحب ان انا استخدمها. ماشي. طبعا بقى انت يعني عيش بقى عشان تخلي البتاع شكله لذيذ. يعني شايف هنا كان شكلها حلو حلو ومقبول ازاي، لكن هنا شكلها مع ان هي نفس الداتا تقريبا. فعيش فيها لحد ما تظبط الدنيا فيها ايه اكتر. بعد كده البتاع ده عايزين نعمل جدول نحط فيه الايتمز. يعني نحط فيه المنتجات اللي اتباعت بالنسبة للعدد بتاع المبيعات والريفينيو. فهنقول له اد تشارت. هنحط جدول، هنخليها جدول. آسف، جدول. ماشي، نختار أنهي واحد. خلينا نبدأ. هنحط فيه الدايمنشن، وزي ما قلت لك انت لو مختار انهي الدايمنشن وانهي المترك فبدل بينهم. هنحط فيه الدايمنشن الايتمز اللي اتباعت، item sold او item purchased. طبعا انت بتقدر ان انت تجيب ده عن طريق ان انت تخش للمونetization، وبعد كده بتخش للاي كوميرس بيرتشيزز وبتلاقي ليست كامل بكل الايتمز على جي 4. لكن هنا الموضوع بيبقى اسهل كتير جدا يعني. item purchased فين يا ابني؟ ايتم نيم اسف، ايتم نيم مش ايتم. بنحط هنا الايتم نيم، وهنا هنحط بقى ايه الايتم purchased. items purchased. طب نحط ايه؟ شفت انا هنا بلعب في القطاعات في الكولوم دايمنشن. لا احنا شغالين على الرو دايمنشن، وهنا هنشتغل على الايتم purchase. items purchased و احنا قلنا الايتمز purchased والريفينيو items revenue. طب ايتم revenue ما توحدوها، يا ايتمز purchased يا ايتمز revenue. طيب طبعا انت بقى هنا حط لك هنا المنتجات، ماشي، وحط لك هنا الايتمز purchased، وحط لك هنا الايتمز revenue لكل منتج. فتقدر ان انت من هنا تكبر، ماشي. هنكبر كده، ومن هنا برضو تكبر. ولو رحت رايح للستايل هتلاقي حاجات كتيرة جدا بقى، يعني انت فر فيهم واحد واحد وظبط الدنيا. فهنا هتلاقي كام حاجة اتباعت، وهنا كل حاجة مبيعاتها كام لحد ما تظبطها وتبقى بالشكل النهائي ده. وهنا آخر حاجة اللي هي اللاندنج بيج. حقيقي. ماشي. هناخد ده كوبي، نحط هنا بيست. هتغير الايتم نيم تخليها اللاندنج بيج. وهنا بقى تغير بقى الحاجات اللي انت عاوزها، اللي هو السيشنز. هنا حاطين السيشنز، فحط هنا السيشنز.
السيشنز والبريتشز والكونفرجن ريت. هنا البريتشز ماشي. طبعا الكونفرجن ريت مش موجود لان الكونفرجن ريت هو احنا عاملينه كاستم، فبتضغط على اد مترك وبتقول له اد كالكوليتد فيد. هنسميه ايه؟ احنا قلنا كونفرجن ريت ماشي. سي في ار هو نوع ايه؟ هو نوع نمبر. هو عبارة عن البريتشز purchase rate purchase to view. لا اي كوميرس purchases اي كوميرس عبارة عن الاي كوميرس purchases اللي هو عدد المبيعات على السيشنز، عدد المبيعات على السيشنز، وبتقول له ابلاي. ماشي كده هو حسبها لك. لو عملت كده هتلاقي هنا الاي كوميرس purchases. وطبعا بقى بتظبط زي ما قلنا الكلام ده كله زي ما انت حابب يعني. تروح على الستايل ويظبط الكلام ده كله. لو رحت على البيج وقلت له دوبليكيت بيج، هتقول مثلا نيو بيج عشان نعمل بيج جديدة احنا كنا اتكلمنا فيها اللي هي بتاعة الفانل. احنا قلنا له بيج واد نيو بيج. ماشي. تقدر انت تيجي هنا على البيج سيتنجز. فين البيج سيتنجز؟ كارنت بيج سيتنجز. تروح للستايل وتسمي الاسم اللي انت عاوزه. لا مش الستايل، سيت اب. اللي هو الاسم بتاع البيج بيجي منين؟ مانج بيجز. تقول له مانج وبتيجي هنا تضغط ضغطتين تسمي الاسم اللي انت عاوزه، وهنا بتسمي الاسم اللي انت عاوزه. ماشي. خلينا بقى في البيج دي عشان نعمل الفانل اخر حاجة عشان تعبت. آه ايه طبعا الكلام ده احنا عملناه هناك، الكلام ده عملناه هناك، الكلام ده عملناه هناك، مفيش اي حاجة مختلفة. فاضل الفانل بس. فبنعمل ايه بقى؟ بنيجي هنا ونضغط على اد تشارت، تختار الفانل اللي انت عايز تشتغل عليه. انا هشغل الفانل ده. طبعا يا جماعة كل حاجة احنا عملناها احنا هنيجي هنا تعالى وغير في البتاع ده، اقف هنا وغير التشارت، جرب باقي التشارتس، جرب الشكل ده، جرب الشكل ده، جرب الشكل ده، جرب كل الحاجات اللي انت عاوزها وتشوف انهي افضل حاجة ليك. ماشي. ف تعالى نرجع تاني للفانل بتاعتنا. مم. تعالى نكبر شوية. ماشي. هنا بقى هنعمل بقى فلتر ازاي، او هنظبط الجو ازاي. فانل بتاعنا هو الايفنت نيم، الدايمنشن ايفنت نيم، والمترك بتاعنا هو الايفنت كاونت. اللي هو انا بحث انا عايز الاسم بالنسبه للعدد، اسم الايفنت بالنسبه للعدد. فيجيب لي طبعا كل الايفنتس، فانا بعمل فلتر بالايفنتس اللي انا محتاجها بس. اللي هو الفلتر الاسم بسميه فاني، بسمي الفلتر بتاعي فاني. بقول له انكلود اللي هو السيشن ستارت. السيشنز الاول. ايه ده المفروض محطهاش دي. sessions
ماشي، خليها أكبر من واحد وخلاص. ماشي. انكلود. بس هي مش كده، عاملين هنا الفانل. فين الفلتر؟ وهنا مفلتر بالايفنت نيم. مش انا اكمني مش على طول شغال في البتاع ده. ده دليل ان انت مجرد ما بتعمل الداشبورد انت خلاص انت بتنسى. ماشي، انت عملت الداشبورد بتاعتك انت حرفيا ما بترجعلهاش تاني. يعني مش كل شويه انت محتاج ان انت تعمل، لا انت بتعملها وبتنساها. ماشي. هو هنا انت ممكن تعملها زي ما انا كنت بعملها كده، اللي هو الايفنت السيشنز، اي سيشن عدد السيشنز الاكبر من واحد، هو اللي انت تعملها بالايفنت نيم. الايفنت نيم بيساوي اللي هو قلنا ايه، السيشنز. سيشنز 3 اس ل 3 اس. سيشن ستارت. ماشي. بعد كده بتقول له اور include event name. ايه في ايه؟ الله. ده يمكن الكابيتاليزيشن يعني. ما هو في ايه مش فاهم يعني دي. تعال نقفلها ونقول اور ايفنت نيم. يبقى كان في كان مهنج او حاجه ايكوال للاد تو كارت اور ايفنت نيم ايكوال للتشيك اوت. وبتسيب. فهنا هيفلتر لك بالايفنتس اللي انت اخترتها. طبعا انت عندك زي ما قلنا ايفنتس تانية زي الفيو كارد او زي البيمنت، فانت بتضيف الايفنتس بتاعتك على حسب الويب سايت بتاعك. ماشي. فهو عمله بالشكل ده. آه نفس الشكل ده. نفس الشكل ده. اوكي. بس هو لو رحت بقى على الستايل بتبدأ بقى اللي انت تغير وتعمل في الحاجات دي، وتقول له شو تايتل وتكتب التايتل وترتب وتعدل ومش عارف الكلام الجميل ده كله. هتوصل للشكل الأفضل من كده اللي انت عاوزه. ممكن تختار يكون بالشكل ده أو تختار يكون بالشكل ده على حسب الحاجة اللي انت بتفضلها. آه ده كان بشكل سريع جدا ازاي نعمل
الفانل أو آسف الداشبورد بتاعتنا على لوكر ستوديو. الموضوع سهل، الموضوع بسيط. الموضوع زي ما قلنا إن بيعتمد أكتر على إن أنت تدخل وتطبق بإيدك. يمكن لما كنا بنشرح تاج مانجر أنا كنت بتكلم ستيب باي ستيب، كنت بتكلم في كل نقطة حرفيا. لكن لوكر ستوديو هو يعني هو حاجة أنت بتخشها بتستكشفها، بتفضل إن أنت تجرب كل حاجة لحد ما تفضل لأفضل حاجة أو توصل لأفضل حاجة. الموضوع سهل لكن محتاج إن أنت تفضل تظبط الدنيا. طبعا بقى لو بتضغط هنا فيو بقى بيظهر لك الشكل النهائي للريبورت بتاعك. تضغط هنا لو رحت البتاع التاني ده وبتبدأ لو ممكن تطبق بقى الفلتر بتاعك. حاجات خطيرة يعني بصراحة، فأنت جرب وقول لي. وبس يا رب تكون السيشن أضافت حاجة وتكون السيشن دي كويسة. واعذروني على إن أنا في الآخر ما كانش عندي طاقة راجع من بره. راجع وكنت لازم إن أنا أسجل السيشن لأن أنا قلت إن أنا هعملها امبارح وبعد كده أجلتها النهاردة. فأنا حقيقي كنت تعبان لكن قلت لأ لازم أسجل السيشن. وبس دعواتكم بالتوفيق وبالنجاح. ودعواتكم والدتي بالرحمة والمغفرة، ودعواتكم إخواتنا في فلسطين والمستضعفين من المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.